يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. هنعمل النهاردة مع بعض اكلة بتشرف اي سفرة مصرية. هنعمل البط بطريقة طرية وسهلة ومش هتاخد وقت معاكي. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك ومتابعة ومشاركة كتير للفيديو ودعم الصفحة. هنبدأ نجيب حلة ألمونيا او اي حلة ايا كانت تنزلي فيها بالبط من غير اي دهون، وابدأي اديها صدمة من على من الوشين، صدمة من الناحية دي ومن الناحية يعني من الجهتين يعني. وهتبدأي وانت بتديها الصدمة هتحطي حلة على البوتاجاز او كاتل مية سخنة. كمية المية اللي هتحطيها هي اللي تخليها موجودة، وفريها يعني لازم تبقى سخنة مغلية عشان ننزل بيها مية مغلية. هنقطع طماطميتين، كل طماطمية 4/4 مع قرن فلفل نضفيه، مع بصلاية صغيرة، مع حبة فلفل اسمر حب، ورق لورا، وحدة ليمونية متجافة، وانزلي بالمية على طول. مش هتطلع ريم، مش هتطلع اي حاجة معاكي، لاني انا منضفة البطة وعامله لها الخلطة بتاعت النقع، وهي ما شاء الله معايا نضيفة خالص. جبت بقى كيلو ملوخية قطفته ونقعته في مية، غسلته كويس، وبعد كده نشفتها وبدأت خرطتها بالمخرطة. انا بحب خريط الملوخية بالمخرطة، ما بحبهوش في الكب. مش هقولك بقى على الملوخية بشوربة البط، وهوريكي دلوقتي شكل شوربة البط اما استوت. الشكل بتاعها تحفة وما شاء الله جميلة قوي قوي. خلصت الملوخية، هنعمل حبة رز بشعرية. حمرت الرز، ديكي نفس اللون الذهبي كده، ونزيل عليه بحبة الشعرية. ايدك في الحلة على طول عشان الشعرية ما تبقاش حبة وحب. شايفين جمال الشوربة وحلاوتها؟ نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الملح ونص معلقة سكر. هي كانت استوت، ما كانتش مش عايزة السكر، بس السكر بيديها طعم كده جميل قوي. صفيت حبة شوربة للملوخية ونزلت على بالملوخية على الشوربة على طول. ما تحطيش المعلقة في قلب الحلة او الكبشة الا لما الملوخية تقلب معاكي، عشان الملوخية ما ترقدش منك. لازم الملوخية تاخد قلبة جامدة، وبعد كده من الجنب كده ابدأي قلبيها. هتكوني مقشرة 5-6 فصوص توم، يديكي معلقة كبيرة، ودقيهم بحبة ملح، وروحي محمراهم في حبة زيت. الطشة بتاعت الملوخية بتقلب الدنيا، ريحتها جميلة قوي قوي. الاهم من الطشة الشهقة اللي بتشهقيها مع الملوخية. انزلي عليها على الملوخية، وحقيقي بألف هنا وشفا. كان طعم الملوخية جميل قوي، والبط احلى، وحبة الرز حقيقي كان طعمهم في حتة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.